احنا شفنا في الفيلم احمد وولك كان كل واحد فيهم ليه طريقه تفكير مختلف. فهنعرض عليكي شويه مواقف وهنشوف في الاخر انت تبع تيم احمد ولا تيم ملك. حبيبك بطل يرد فجأة، هتستني شوية وتقول الغايب حجته معاه، دماغك هتفضل تفكر وتقول انا عملت له ايه، لا هستنى شويه. قابلت الاكس بالصدفه، هتسلم وتكمل يومك عادي، هبص له بقرف ومبين انك مبسوط في حياتك، ولا هسلم ولا هبص له بقرف، يعني كانه اصلا ما عداش، هو مش موجود. اتخانقت مع حبيبك على حاجه بسيطه، هتهدى شويه وتتناقشوا بعقل، هتتقمص وتستنى هو يصالحك، على حسب بقى انا مودي عامل ازاي الفتره دي. ساعات هبقى عاقله وهستنى وساعات هتجنن بقى على حسب. حبيبك قارن بينك وبين حد تاني، هتقول له طب ما اخترتوش ليه من الاول، هتحاول تتغير عشانه. جالك شغل في بلد بعيده عنه، هتسافر وتقول الحب الحقيقي هيستمر، هترفض ومش هتسيبه، لا هسافر والحب الحقيقي يستمر بقى ما استمرش. شفت رساله على موبايله وخباها، هتسكت وتراقب لحد ما تعرف من مين، هتتعصب وتاخد منه الموبايل، لا هسكت وراقب لحد ما اعرف من مين. اكتشفت انك طرف ثالث في العلاقه، هتنسحب بهدوء، اكيد يعني مستحيل، هتعلمه درس عمره ما هينساه في حياته كلها طبعا.